قاعدة بذاكر مع الولاد دروسهم، وابني ساهني وقطع كتبهم كلها كده من وراهم. وبصراحة الكتب جاية كده بشيء وشويات، ومبقتش عارفة هقول لابوهم ايه وهقول له ايه. هيقول لي انت قاعدة نايمة على نفسك. فقررت ان انا كده اقوم اعمل له صينية بسبوسة حلوة، علشان ان هو ايه، لما اجي اطلب منه فلوس المذكرات واقول له على اللي حصل من ابنه، يكون كده متفهم الوضع بدل ما يتنرفز عليا ويتعصب عليا. وبصراحة ما اشتريتش حاجة من بره غير علبتين الزبادي. انا كانت عندي السمنة وعندي البسبوسة. تعالوا كده نسمي بالله واقول لكم انا عملت ايه. جبت كوباية ونص من المية، عليهم كوباية سكر ونص ليمونة، ورفعتهم على النار. بعد مرور 10 دقايق حطيت عليهم كده الفانيليا، وكيسين بسبوسة، عليهم علبتين زبادي، وكمان 4 معالق سمنة. جبت بقى بولة فضيت فيهم ال4 معالق سمنة مع علبتين الزبادي، وهبدأ ان انا اربهم كويس جدا جدا كده مع بعض. وباجي بقى الايه، علبة الزبادي بحط فيها حوالي نصها كده من المية. لو عندك لبن حط نصها كده لبن. تمام. ده عيار كيسين البسبوسة. ضربت اللي علبتين الزبادي مع 4 معالق من السمنة، ونص كده النص الكوباية بتاعت الزبادي مية، وضربتهم كويس بالمضرب بتاع السلك، وبدأت انزل عليهم كيس البسبوسة واقلب، وارجع تاني احط الكيس التاني بتاع البسبوسة برضو واقلب. انا بصراحة بحب الاكياس بتاعت البسبوسة اللي هي الجاهزة. ما اشتريتش ابدا السميط اللي هو السايب وعملت منه البسبوسة، لا دايما بجيب الاكياس. قلبتها كويس وجبت الصينية ودهنتها سمنة. في الوقت ده بقى انا كنت بسخن كده الفرن بتاع البوتاجاز بتاعي، وكمان مشغله الشوايه. دهنتها كده دم من تحت كده سمنه بلدي. وفي ناس سمعت ان هي بتدهنها طحينه، بس انا بحب ان انا بحط لها سمنه بلدي، بتفرق جدا جدا في الطعم. بدات ان انا افردها كده بالمعلقه بتاعتي السيليكون، وهظبطها. بعد كده هركنها كده على جنب، وهبدها هبدتين هسويها بايدي، وارجع تاني بقى عشان العلامه بتاعت ايدي ايه. هبدأ ان انا يعني امسكها كده اطلعها لفوق وهبدها هبدتين، علشان ايه العلامات اللي هي بتاعت الايد ديت كلها تروح. وعندي شوية لوز بدأت ان انا ازين بيهم كده البسبوسة. عندك انتي سوداني مقشر حطي، اي حاجة المتاح، عايزاها سادة براحتك. ودخلت الفرن وخرجت كانت لونها روعة. بدأت ان انا احط عليها الشربات، كان الشربات بقى دافي والبسبوسة سخنة. هبدأ ان انا اغطيها بتاع حوالي ربع ساعة عشان تهدى، وبعد كده ابدأ اقطعها بالشكل ده. كانت طالعه معايا حلو. دخلت بقى لابو الولاد، وبعد ما كل البسبوسه وشكر فيها قال لي ده حلوه قوي ولا مسكره ولا اي حاجه. قلت له بذمتك مش احسن من بتاعه بره؟ قال لي 100,000 مره. والحمد لله حكيت له على اللي حصل، وخدت فلوس المذكرات. قال لي يعني انت كنت بتاكليني بسبوسه بقى علشان كده؟